السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ لسه مكملين في سلسلة الاي كوميرس شوبينج كارت، وده الجزء الخامس. وقفنا في الفيديو اللي فات عند نقطة الانكريمنت والديكريمنت كوانتيتي، ودي بكل بساطة عبارة عن تو باتونز، باتون للانكريمنت وباتون للديكريمنت، وفي النص الكوانتيتي. ودي مهمتها ان هما بس يغيروا في قيمة الكوانتيتي. طب ازاي؟ ان انا لما اجي ادوس على الانكريمنت يبدأ ان هو يزود في قيمة الكوانتيتي واحد. طب ادوس على الديكريمنت يبدأ ان هو يقلل لي في قيمة الكوانتيتي واحد. طب جميل. وفهمت وعرفت ليه لازم يكون عندي نقطة الانكريمنت والديكريمنت كوانتيتي في اي موقع اي كوميرس شوبينج كارت. ان انا قلت لك ان دي هتكون فايدة هتعود عليك انت كيوزر لما يجي يخش الموقع، وهتعود كمان على صاحب الموقع نفسه. طب جميل جدا. عشان خاطر ما اخرش وقت في النقطة دي، انا شرحتها في الفيديو اللي فات بالتفصيل. احنا في الجزء ده عايزين بقى ان احنا نخش على نقطة جديدة من النقاط اللي موجودة في الشوبينج كارت، اللي هي الريموف برودكت ان كارت بيج. ان انا ازاي احذف برودكت من صفحة الكارت بيج. تعال نفهم واحدة واحدة ازاي هننفذ نقطة الريموف برودكت ان كارت بيج، ان انا ازاي احذف برودكت معين من صفحة الكارت بيج. اليوزر لما بيجي يخش اي موقع اي كوميرس شوبينج كارت، الحاجة اللي بتظهر قدامه هي صفحة البراوزر اللي هي الهوم بيج اللي بيكون فيها مجموعة من البرودكتس بتاعتك، وصفحة البيج كارت اللي هي بيكون فيها صفحة مسؤولة ان هي بتجمع لك كل البرودكتس اللي انت كيوزر اخترتها عشان خاطر تبدأ ان انت تشتريها. طيب انا مثلا لو حبيت ان انا اضيف البرودكت بتاع التشيكن ساندويتش ده، عايز اضيفه في صفحة البيج كارت، هل اليوزر ينفع ان هو يدوس على الاد تو كارد يبدا ان هو يتضاف كده دايركت في صفحه البيج كارد؟ لا، لان انا قلت لك ان اليوزر بيبدا ان هو يشوف الحاجتين دول بس، الصفحتين دول بس هم اللي معروضين لليوزر في اي موقع اي كوميرس شوبنج كارت. لكن في عمليه او حاجه في النص، حكم في النص مسؤول ان هو بياخد البيانات بتاعتك، بيبدا ان هو يخزنها في الحاجه دي عشان خاطر تبدا ان هي تتعرض في صفحه البيج كارت. مين بقى الحاجه دي؟ هي الحاجه اللي الحكم اللي في النص المسؤول ان هو بياخد البيانات بتاعتك اللي هي بتاعت البرودكت دي، يبدا ان هو يخزنها فيها. وبعد كده انت حضرتك بتمسك ال البيانات دي اللي اتخزنت، بتبدا ان انت تهندلها عندك في صفحه البيج كارت. وده اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت اللي هو اللوكال ستوريج. ممكن تسميه هو عباره عن كونتينر، حاويه، بياخد منك البيانات بتاعتك بيبدا ان هو يخزنها جواه. طيب جميل. طيب ليه قلت الكلام ده؟ قلت الكلام ده عشان خاطر عايزك بس تعرف معلومه مهمه جدا جدا. اني انا في الفيديو اللي فات لما مسكت نقطه الانكريمنت والديكريمنت كوانتيتي، عملت فيها ايه؟ نيجي مثلا على العمليه بتاعت الانكريمنت. ان اليوزر لما بيدوس على الانكريمنت كان بياخد قيمه الكوانتيتي وبيزود عليها واحد. صح؟ صح. طب انا كده بعمل ايه؟ انا كده بعمل تغيير على البيانات الخاصه بالبرودكت. طب التغيير اللي على البيانات الخاصه بالبرودكت دي، عايز اعرض التغيير ده في صفحه البيج كارت. اعمل الطريقه دي ازاي؟ قال لك يا باشا خلاص، ما تسمع التغيير ده في الداتا اللي متخزنه جوه اللوكال ستورج. وكده كده اصلا الداتا اللي متخزنه جوه اللوكال ستورج بتتعرض فين؟ في صفحه البيج كارت. يعني الكلام اللي انا قلته او المختصر المفيد، ان اي تغيير انت عايز تعمله على اي بيانات خاصه باي برودكت عندك، لازم تعمل التغيير ده في اللوكال ستورج عشان خاطر يبدا ان هو يسمع التغيير ده في صفحه البيج كارت. فعلشان خاطر يبدأ ان هو ينفذ نقطة الريموف برودكت ان كارت بيج، فانا محتاج ان انا اعتمد على الداتا اللي متخزنة جوه اللوكال ستورج. من خلال اعتمادي على الداتا اللي متخزنة من اللوكال ستورج، هقدر ان انا احذف البرودكت ده من صفحة البيج كارت. ليه؟ لان انا قلت لك بكل بساطة ان الداتا اللي متخزنة جوه اللوكال ستورج هي اصلا في الاساس متهندلة عندك في صفحة البيج كارت. فالداتا اللي موجودة في صفحة البيج كارت اصلا هي في الاساس جاية منين؟ من اللوكال ستورج. فانت عشان خاطر تحذف برودكت معين من صفحة البيج كارت، فانت محتاج ان انت تحذفها الاول من الداتا. مين الداتا؟ الداتا اللي هي جايه من اللوكال ستورج. فاحنا هنحذفها من الداتا الاول اللي جايه من اللوكال ستورج، فلما نروح لصفحة البيج كارت هنلاقي ان البرودكت ده محذوف. طيب ايه الكونسبت اللي هيمشي بيه اليوزر عشان خاطر يبدا ان البرودكت ده يتحذف؟ ان بكل بساطه هيكون عندك زرار الريموف تو كارت. لما اليوزر يبدا ان هو يدوس عليه، هيبدا ان هو يتحذف منين؟ من اللوكال ستورج. وكمان هيتحذف من صفحه البيج كارت، لان الداتا اللي موجوده في اللوكال ستورج هي كده كده اصلا متهندله عندك في صفحه البيج كارت. فاي تغيير هيحصل في الداتا اللي متخزنه في اللوكال ستورج هيسمع فين؟ في صفحه البيج كارت. طيب انا هعتمد على ايه عشان خاطر ابدا ان انا احذف البرودكت المعين؟
هبدأ ان انا اعتمد على تو ميثودز، ميثود السبلايس وميثود الفلتر. دول تو ميثودز مهمتهم ان هما بيحذفوا عنصر معين من جوه الاري بتاعتك. هنستخدم الطريقتين، هو يا اما تستخدم السبلايس يا اما تستخدم الفلتر. انا هستخدم لك الطريقتين. اول ميثود في الاري هي السبلايس، والسبلايس بتعمل حاجتين. اول حاجه using removing elements from the array، ان هي تقدر ان هي تحذف عناصر من الاري بتاعتك. تاني نقطة using add new items، ان هي بتضيف items جديدة للاري بتاعتك. انت بعد ما حذفت عناصر من الاري حبيت ان انت تضيف عناصر جديدة بدل اللي انت حذفتها، فتقدر ان انت باستخدام السبلايس تعمل الكلام ده. تعال نمسك اول نقطة using removing elements from the array، ان هي ان انا ازاي احذف عناصر من الاري بتاعتي. السينتاكس بتاع السبلايس بتقبل منك حاجتين، الستارت اندكس والديليت كاونت. ايه بقى الستارت اندكس وايه الديليت كاونت؟ الستارت اندكس بكل بساطه هو الستارت بوينت، هي البدايه بتاعتك، بدايه الحذف منين. انت عايز تحذف، تبدا الحذف منين، في اي مكان من الاري. عايز تحذف في الاول، من الاخر، منين بالظبط. فانت هنا بتقول له الستارت اندكس، بتجيب له الاندكس بتاع العنصر اللي انت عايز تبدا الحذف منه. طيب جميل. طب الديليت كاونت؟ الديليت كاونت بكل بساطة هي عدد العناصر اللي انت عايز تحذفها من اول العنصر اللي انت اخترته. يعني انت عندك اري بالشكل ده، الاري دي انت عايز تشيل منها ايه؟ تشيل منها التفاح وتشيل منها التوت. طيب جميل. خش يا باشا على السبلايس، ليه؟ لان انت هتحذف عناصر من الاري. جميل. نخش على الستارت اندكس، نحدد الاول الستارت اندكس اللي هو ايه، اللي هو الستارت بوينت اللي انا عايز ابدا الحذف منه. جميل. الستارت اندكس هنا هبدا منين الحذف؟ من اول التفاح. طب الاندكس بتاع التفاح ده ايه؟ صفر. جميل. ادي هو الستارت اندكس. طب جميل. طب الديليت كاونت، عايز احذف كام عنصر من اول العنصر اللي هو التفاح؟ عايز احذف كام عنصر؟ ادي هحذف التفاح والتوت، كده عنصرين. كده انا هحذف عنصرين من الاري دي. جميل. ادي اهو الديليت كاونت. فبكل بساطه بيجيب لك، بيرجع لك في الكونسول العناصر اللي انت حذفتها بالشكل ده، اللي هو التفاح والتوت. طب بيأثر على الاري الاصليه؟ اه اكيد طبعا. ان هو هيجي لك في الاري الاصليه، هيشيل لك منها التفاح والتوت، وهيخلي الكمثرى على ما اعتقد والفراوله. خلاص كده. طيب جميل. تعال نخش على تاني نقطة، ان انا اقدر ان انا استخدمها في add new items، ان انا اضيف items جديدة للاري بتاعتي. انا هنا عندي array بالشكل ده، عايز احذف منها عنصرين. طيب جميل. حدد يا باشا الستارت اندكس، انا عايز احذف من اول فين؟ من اول يا باشا الكمثرى. هحذف من اول الكمثرى. طيب الاندكس بتاع الكمثرى ده كام؟ 2. جميل. ده كده ايه الستارت اندكس. جميل. طب وبعد كده عايز احدد الديليت كاونت، اللي هي عدد العناصر اللي انت عايز تحذفها من اول فين؟ من اول الستارت اندكس. جميل. الديليت كاونت هنا كام؟ هنا هتحذف، ادي عنصر، ادي 2 كده، هتحذف عنصرين. ليه؟ لان انت هتحذف الكمثرى وهتحذف الفراوله، فكده ايه عددهم عنصرين. جميل. ادي هنا المفروض الديليت كاونت هنا 2 مش 3. خلاص هنا 2 مش 3. جميل. طب النيو ايتمز، النيو ايتمز ان انت يا باشا بتضيف له العنصرين الجداد اللي انت عايز تضيفهم مكان العناصر اللي انت حذفتها. تمام. طيب جميل. انا بعد ما عملت الديليت كاونت هحدد بقى النيو ايتمز اللي هي الموز والمانجا. هلاقي ان في الاري الجديده اصبحت تفاح، توت، وتشال الكمثرى والفراوله وحط بدلهم الموز والمانجا. وطبعا بيطبع لي في الكونسول العناصر اللي هي اتحذفت من الاري اصلا. ده مجرد تطبيق عملي على السبلايس ميثود. نمسك اول نقطة، ان انا عايز احذف عناصر من الاري بتاعتي. هقول له let array، هي array بسيطة فيها مجموعة من الاوبجكت. ادي اي دي مثلا 1، تايتل مثلا 2، تايتل اسلام مثلا، وعندك ادي البرايس بالشكل ده 100. هخليها مثلا 3 مرات بس. ادي 2، وادي 3، وادي علي، وادي احمد بالشكل ده. وهنا دي 300 ودول 200 بالشكل ده. ده عبارة عن array فيها مجموعة من الاوبجكت. تخيل ان انت كل اوبجكت من دول بيمثل برودكت،
وكل برودكت من دول في صفحة البيتش كارت، وبيكون كل برودكت موجود في باتون. الباتون ده اسمه الريموف تو كارت. انت عايز لما تدوس على الباتون اللي اسمه ريموف تو كارت يبدأ ان هو يحذفه لك منين؟ من اللوكال ستورج. طب هتعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطة هنستخدم الميثود اللي اسمها سبلايس، عشان خاطر دي بتستخدم في ان انا اقدر من خلالها ان انا احذف عناصر منين؟ من الاري بتاعتي. طب جميل. هقول له ادي الاري بتاعتي دوت ادي السبلايس بالشكل ده. بتقبل منك حاجتين، الستارت بوينت والديليت كاونت، اللي هو الستارت اندكس. طيب انت عايز تبدا الحذف منين؟ انا عايز مثلا احذف البرودكت اللي التايتل بتاعه مثلا عالي، الاوبجكت اللي التايتل بتاعه عالي. طب الستارت اندكس بتاعه كام؟ ادي صفر ادي واحد، اللي هو الاندكس بتاع العنصر. خلاص. طيب ده كده الستارت اندكس ادي واحد. جميل. انت عايز تحذف كام عنصر؟ هو يا باشا عنصر واحد اللي انا عايز احذفه. تمام. ادي الديليت كاونت ادي واحد بالشكل ده. تعالى كده نشوف في الكونسول، هلاقيه مرجع لي اري فيها عنصرين. طب فين العنصر التالت؟ العنصر التالت يا باشا اتحذف. ليه؟ لان انا مستخدم ميثود اسمها سبلايس، ومن مهمة السبلايس ان هي بتريموف elements from array، ان هي بتحذف عناصر من الاري بتاعتك. وهي دي الطريقة اللي انا هستخدمها في نقطة الريموف برودكت ان كارت بيج. بطبق عملي على تاني نقطة من السبلايس ميثود اللي هي الاد نيو ايتمز، ان انا ازاي اضيف عناصر جديدة للاري بتاعتي. انا هسيب الاري القديمة زي ما هي، هبدأ بس ان انا اضيف اوبجكت جديد هيكون الاي دي بتاعه 4، التايتل محمد، البرايس 400. هبدأ بقى ان انا اخش على تاني نقطة، ان انا ازاي اضيف عناصر جديدة للاري بتاعتي مكان العناصر اللي انا هحذفها. طيب نبدأ الاول بالستارت اندكس. الستارت اندكس انت عايز تحذف من اول فين؟ عايز احذف من الاول الاوبجكت اللي الاي دي بتاعه 3. ده كده الستارت اندكس بتاعي. طب ترتيبه في الاري كام؟ ادي صفر ادي واحد اتنين. جميل ادي اتنين. حلو قوي. وبعد كده انت عايز تحذف الديليت كاونت بتاعك، عايز تحذف كام عنصر؟ عايز احذف عنصرين من اول ايه؟ من اول الستارت اندكس اللي هو ادي واحد ادي اتنين. عايز احذف التو اوبجكت دول. جميل. دول عددهم كام؟ اتنين بالشكل ده. طيب النيو ايتمز، العناصر بقى الجديده، انت حذفت عنصرين يا باشا، يبقى تضيف يا باشا عنصرين، يبقى تضيف تو اوبجكت. طيب ادي الاوبجكت اللي انت عايز تضيفه بالشكل ده، وخلينا نضيف الاوبجكت التاني بالشكل ده. مرجع لي الاري بس هو حذف العنصرين اللي هو الاوبجكت اللي الاي دي بتاعه 3 والاوبجكت اللي الاي دي بتاعه 4، وضاف لي بدلهم 5 و6. تاني ميثود معايا في الاري هي الفلتر، والفلتر using to filter items array based on specific condition. يعني ايه الكلام ده؟ ان هو بيقول لك بكل بساطة ان الفلتر بتقدر ان انت تستخدمها في ان هي بتعمل فلتريشن على عناصر الاري عن طريق كونديشن معين انت بتبصيه. طب معلش، هو يعني ايه اصلا اعمل فلتريشن على الاري؟ بكل بساطة انت مثلا لو عندك اري زي دي، الاري اللي زي دي فين العناصر المتكررة؟ اللي هي الفراولة. انت بكل بساطة عايز تطلع من الاري دي العناصر المتكررة بس، اللي هي مثلا بتساوي الفراولة. فانت بكل بساطة باستخدام الفلتر تقدر تعمل ده من خلال الكونديشن اللي انت بتبصيه، ان انت بتقول له والله هات لي العناصر اللي بتساوي الفراولة، فهيجيب لك فعلا العناصر ويرجع لك العناصر اللي هي ايه؟ اللي هي بتساوي الفراولة بس. فدي ميزة من خلال الفلتر انت تقدر ان انت تستخدمها. طيب هل الفلتر تنفع في نقطة الريموف برودكت ان كارت بيج؟ اه طبعا، وهوريك بمثال عملي وتطبيق عملي في اللي احنا هنعمله ان شاء الله. طيب خلينا بس نفهم الاول الفلتر دي السنتكس بيكون ماشي ازاي. السنتكس بتقول له الفلتر بتقبل منك كول باك فانكشن. الكول باك فانكشن بيكون فيها مجموعه من البروبرتي. اول حاجه الاليمنت ده اللي هو بيمسك عنصر عنصر في الاري ويدخله في الفانكشن اللي حضرتك ان انت بتكتبها. طيب وبعد كده الاندكس ده اللي هو بتاع كل عنصر، والاري بتاعتك اللي هي الاري اصلا الاصليه اللي انت بتعمل عليها فلتريشن. طيب انا هنا عندي المثال بتاع الاري ده، في عندي تفاح وتوت وفراوله وفراوله. انا عايز من الاري دي العناصر اللي هي فيها فراوله بس. فبكل بساطه هستخدم الفلتر، وبتقبل منك كول باك فانكشن. والكول باك فانكشن دي بتاخد مجموعه من البروبرتي، اولها هي الاليمنت ده بيبدا ان هو ياخد عنصر عنصر في الاري وبيبدا ان هو يدخله فين؟ في الكونديشن. طيب جميل. خلينا نمسك مثلا عنصر التفاح. هبدا ان انا اخد عنصر التفاح وابدا ان انا ادخله في جوه الكونديشن اللي انا كاتبه ده. طب معلش، هو الكونديشن ده ايه اصلا؟ اسمه كونديشنال تيرنري اوبريتور. ده كونديشن ظهر في الاكما سكريبت 6 بديل للاف والالس كونديشن. طيب ده كده الكونديشن، وده في حاله الترو وده في حاله الفولس.
في حالة الفولس دايما في الفلتر بيرجع لك undefined. خلاص كده. طيب جميل. هنا هيمسك مثلا عنصر التفاح، هيبدأ ان هو يدخله في الكونديشن. طب الكونديشن هنا بيقول ايه؟ بيقول هات لي العناصر اللي بتساوي الفراولة. ما لقاش بيعمل برضو عملية اللوبينج تاني، ان هو برضو بيمسك عنصر التوت. تمام، هيمسك عنصر التوت. هل التوت بيساوي الفراولة؟ لا. جميل. هيمسك الفراولة، هل الفراولة بتساوي الفراولة؟ اه، فهيرجعها لك. هل الفراولة بيساوي الفراولة؟ اه، فهيرجعها لك. فبكل بساطة اللي بيرجع من الكونسول هي العناصر اللي اتحققت من الشرط. مين العناصر اللي اتحققت في الشرط؟ هي العناصر اللي بتساوي الفراولة. فهو ده بكل بساطة استخدامك للفلتر. مجرد تطبيق عملي على الفلتر ميثود. نمسك اول نقطه في ان انا عايز استخدمها في ان انا اعمل فلتريشن على عناصر الاري بيزد اون على كونديشن معين. انا هنا عندي اري. الاري دي بكل بساطه عايز اطلع منها الاوبجكت اللي الاي دي بتاعه 3 بس. طب جميل. هعمل الكلام ده ازاي؟ هستخدم يا باشا الفلتر ميثود يعمل لي فلتريشن على عناصر الاري عن طريق كونديشن معين انا هكتبه. طيب ادي المتغير اللي هو الفلتر اري. ادي الاري بتاعتك دوت فلتر. جميل. طب الفلتر هنا بتقبل منك ايه؟ بتقبل يا باشا منك كول باك فانكشن. طيب جميل. الكول باك فانكشن دي بتقبل منك ايه؟ بتقبل منك بروبرتي، والبروبرتي دي هو الاليمنت. والاليمنت ده بيكون ماسك عنصر في الاري وبيبدا ان هو يدخله جوه الكونديشن. لو اتحقق في الكونديشن يبدا ان هو يرجعه لك، لو لا ما بيرجعلكش حاجه. خلاص كده. طيب او بيرجع لك في حاله الفولس اللي هو undefined يعني مش موجود. طيب جميل. الكونديشن اللي انت هتكتبه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن كونديشنال ترناري اوبريتور اللي هو كونديشن بالشكل ده وعلامه الاستفهام وفي حاله ترو. ادي ترو. وفي حاله الفولس بالشكل ده. في حاله الفولس دايما بيرجع undefined. تمام. طيب الكونديشن اللي انت عايز تكتبه عشان خاطر يبدا ان هو يعمل فلتريشن على الاري دي ويطلع لك الاوبجكت اللي الاي دي بتاعه 3 بس. هو بكل بساطة ان انا اقول له هات لي امشي على عنصر وشوف هل الاي دي بتاعه بيساوي 3. لو لقى فعلا الاوبجكت ده اللي الاي دي بتاعه 3 يبدأ ان هو يخش في حالة الترو اللي هو ايه؟ اللي هو يرجع لك الاليمنت ده. طيب لو لقى يرجع لك undefined. طيب جميل. تعالى كده نشوف لوج. رجع لك array فيها العنصرين اللي هما اتحققوا من الشرط. دايما الفلتر بتعمل لك كرييت لنيو اري، يعني بتنشئ اري جديده وبتحط فيها العناصر اللي اتحققت من الشرط. نخش على تاني نقطه في الفلتر ميثود ان انا اقدر من خلالها ان انا احذف عناصر من الاري بتاعتي. طيب هعمل الكلام ده ازاي باستخدام الفلتر؟ بكل بساطه انت عندك الاري هيكون بس فيها الاوبجكت الاخير ده هيكون الاي دي بتاعه 4 بالشكل ده وهنا البرايس 400. طيب انا عايز باستخدام الفلتر ابدا ان انا اطلع او احذف منها الاوبجكت اللي الاي دي بتاعها 2 بس، ويبدا ان اللي يفضل هو 3 و4 و1. جميل. هتعمل الكلام ده ازاي بقى باستخدام الفلتر؟ الفلتر السنتكس بتاعها ما بيتغيرش. طيب ايه اللي بيتغير؟ والله اللي بيتغير هو بس الكونديشن اللي انت بتبدا ان انت تكتبه. يعني هنا عندك كول باك فانكشن وهنا الاليمنت هيلف على عنصر وبيبدا ان هو يدخله جوه الكونديشن اللي انت هتكتبه. طب الكونديشن اللي انا هكتبه عشان خاطر يبدا ان هو يحذف الاوبجكت اللي الاي دي بتاعه 2 هكتب ايه؟ بكل بساطه ان انت هتقول له هات لي العناصر، كل العناصر اللي الاي دي بتاعها، او هات كل العناصر ما عدا اهو. شوف. ما عدا العنصر اللي الاي دي بتاعه ايه؟ اللي الاي دي بتاعه 2. طيب جميل. اكتب بقى حالة الترو اللي هو يرجع لك كل العناصر، وفي حالة الفولس هيرجع لك undefined. ايه الشرط ده؟ الشرط ده بكل بساطة ان انت بتقول لي رجع لي كل العناصر ما عدا ده. كده نفي ان انت بتقول له رجع لي كل العناصر ما عدا العنصر اللي الاي دي بتاعه 2، يعني كده هيشيل لي الاوبجكت اللي الاي دي بتاعه 2. طب تعالى كده نشوف. هيرجع لي اري جديده فيها كل الاوبجكت ما عدا الاوبجكت اللي الاي دي بتاعها بيساوي 2. ليه؟ لان انا ببساطه قايل له في الكونديشن رجع لي كل الاوبجكت ما عدا الاوبجكت اللي الاي دي بتاعها بيساوي 2. طيب جميل. فانا كده اقدر ان انا استخدم الميثود اللي اسمها فلتر في ان انا انفذ نقطه الريموف برودكت ان كارت بيج.
خلينا نطبق عملي على نقطة الريموف برودكت ان كارت بيج. اتفقنا وقلنا ان نقطة الريموف برودكت ان كارت بيج بتكون عبارة عن زرار بيكون موجود في كل برودكت في صفحة البيج كارت. الزرار ده لما اليوزر يبدأ ان هو يدوس عليه يبدأ ان هو يحذف له البرودكت من صفحة البيج كارت وكمان من اللوكال ستورج. فاحنا عشان خاطر نبدأ ان احنا نحذف برودكت معين لازم نعتمد على الداتا اللي متخزنة في اللوكال ستورج. ليه؟ لان بكل بساطة الداتا اللي متخزنة في اللوكال ستورج دي هي اللي متهندلة في صفحة البيج كارت. فانا عشان خاطر احذف الحاجة اللي في البيج كارت لازم احذفها من الداتا اللي جاية منها اللي هي اللوكال ستورج. خلينا نبدأ الأول بإن أنا أعمل ايفنت الكليك على الباتون اللي هو اسمه ريموف برودكت. طيب جميل. خلينا نيجي في الفايل اللي اسمه هاندل برودكتس ان شوبنج كارد، هلاقي إن أنا عندي باتون. الباتون ده اللي هو الخاص بالريموف تو كارد اللي أنا عايز أبدأ إن أنا أدوس عليه يبدأ إن هو يحذف لي البرودكت. فأنا هبدأ إن أنا أضيف له اتريبيوت هنا اسمه كلاس بيساوي بي تي ان اسمه بي تي ان ريموف بالشكل ده. ريموف بالشكل ده. الباتون ده انا عايز اختار كل الباتونز اللي عليها كلاس بي تي ان ريموف. هاجي تحت كده هقول له ايه؟ هقول له let buttons remove بتساوي ادي document دوت query selector all بالشكل ده. وبعد كده اقول له الكلاس بالشكل ده. اللي بيرجع من الكويري سيلكتور اول زي ما اتفقنا هو عباره عن array، فاللي مستني مني ان انا اعمل لوبينج على الاري باستخدام الفور ايتش بالشكل ده. وادي البي تي ان. الايفنت هيتم عن طريق الاد ايفنت ليسنر بالشكل ده. بتقبل منك الايفنت اللي هو الكليك والكول باك فانكشن اللي انت هتنفذه لما يبدا ان هو يعمل ايفنت الكليك على ايه؟ على الباتون ده. طيب بعد كده انا محتاج ان انا اربط الباتون ده اللي هو خاص بالبرودكت بالبرودكت نفسه، عشان خاطر لما اجي ادوس على الباتون ده يبدأ ان هو يعرف ان الباتون ده خاص بالبرودكت ده ويبدأ ان هو يحذفه من اللوكال ستورج عن طريق الحاجة اللي انا هضيفها جوه الباتون. طيب الحاجة اللي انت تبدأ ان انت تضيفها جوه الباتون عشان خاطر تربط بيها البرودكت هي ايه؟ هي الاتريبيوت. وقيمة الاتريبيوت هتكون الاي دي الخاص بالبرودكت ده. فانت حضرتك لما تيجي تدوس على الباتون ده اللي هو مثلا بتاع تالت برودكت، فانت فهو كده هيعرف لما يجي ينفذ الفانكشن اللي هي اسمها ريموف برودكت المسؤولة ان هي بتحذف البرودكت ده من اللوكال ستوريج. هتاخد الاتريبيوت قيمة الاتريبيوت وتبدأ ان انت تاخدها وتحطها جوه الميثود اللي اسمها فلتر. فانت هتقول له والله هات لي كل الاليمنتس اللي الاي دي بتاعها ما يساويش البرودكت الاي دي اللي انت بتدوس عليه. فبالتالي من خلال تنفيذك للفلتر بالشكل ده هيبدأ ان هو يحذف لك البرودكت اللي هو التالت ويسيب لك كل البرودكتس زي ما هي. خلاص كده؟ طيب فهبدأ ان انا هاجي كده في الباتون اللي هو اسمه ريموف تو كارد هبدأ ان انا اضيف اتريبيوت. الاتريبيوت ده اسمه داتا اي دي، وهديله قيمة الاتريبيوت ده اللي هو ايه؟ الاي دي الخاص بكل برودكت عندي. طيب هبدأ ان انا اجيب قيمة الاتريبيوت دي ازاي؟ هقول له let product id بالشكل ده. هقول له button دوت get attribute وبعد كده قيمة الاتريبيوت اللي هي data id. طيب اي حاجة بتيجي من get attribute لازم احولها لنمبر اللي هي unary operator. طيب بعد كده مستني مني الفانكشن اللي هتبدا ان هي تحذف لك البرودكت ده من اللوكال ستورج. فهبدا ان انا انشئ الفايل ده اسمه remove product.js بالشكل ده. وبعد كده هيكون جواها فانكشن. الفانكشن دي اسمها remove product بالشكل ده وبتاخد منك البرودكت اي دي عشان خاطر الفانكشن دي هتبدأ ان هي تتنفذ لما تعمل ايفنت الكليك على الباتون اللي هو اسمه remove to cart. هاخد كده وهبدأ ان انا انفذ الفانكشن دي هنا كده اعمل لها import بالشكل ده وهبدأ ان انا اقول له هنا ايه؟ product id بالشكل ده. طيب جميل قوي.
بعد كده الخطوه والله اللي بعد كده هبدا ان انا اجيب الداتا اللي متخزنه جوه اللوكال ستورج. انا قلت لك في الفيديو المره اللي فاتت قلت لك ان اي حاجه انت عايز تسمعها في اي صفحه لازم ان انت تعمل ايه، لازم ان انت تحذفها من الداتا الرئيسيه. طب انت عايز تحذف البرودكت ده من صفحه البيج كارد، فين الداتا اللي جايه من صفحه البيج كارد؟ الداتا جايه منين؟ الداتا جايه من اللوكال ستورج، فانت محتاج ان انت تحذف البرودكت ده من اللوكال ستورج عشان خاطر يبدا ان هو يتحذف في صفحه البيج كارد. طب جميل، حلو قوي. هبدا ان انا اجيب الداتا اللي متخزنه في اللوكال ستورج، فانا هنا اقول له let all data بتساوي ادي اللوكال ستورج دوت get item، وبعد كده اللي هو الكي اللي هو البرودكتس بالشكل ده. وهنا الحاجه اللي بتيجي من اللوكال ستورج بتكون سترينج، فعشان خاطر احول الجافا سكريبت اوبجكت يبدا ان هو يفهمها البراوزر، فهنا اقول له جيسون دوت بارس، وبعد كده الحاجه اللي جايه من اللوكال ستورج. فهنا المفروض ان انا اقول له في حاله ان مفيش اصلا داتا جايه من اللوكال ستورج اعتبر لي ان المتغير ده هو اري فاضيه، في حاله ان مفيش اصلا داتا متخزنه في اللوكال ستورج. طيب بعد كده هستخدم الميثود اللي اسمها فلتر في ان انا ابدا ان انا احذف البرودكت ده من اللوكال ستورج. طب مش هتستخدم السبلايس؟ هستخدم لك السبلايس بس بعد ما اخلص الفلتر. هنا هقول له هات لي الاول داتا، انا كده بعمل ابديت على الاول داتا. فهنا اقول له هات لي الاول داتا دوت فلتر. تمام، الفلتر بتقبل منك ايه؟ بتقبل منك يا باشا كول باك فانكشن. ادي اهي، ثانيه، ادي الكول باك فانكشن. الكول باك فانكشن بتقبل منك بروبرتي، البروبرتي دي اللي هي الاليمنت اللي هو بيمسك عنصر عنصر في الاري وبيبدا ان هو ينفذ عليه الكونديشن اللي انا هكتبه. طيب انا عايز اجيب كل العناصر ما عدا العنصر اللي هو اللي الاي دي بتاعه مثلا برودكت اي دي اللي انا ببدا ان انا ادوس عليه. خلاص هقول له هنا ايه الاي ال اي، هات لي كل العناصر اللي الاي دي بتاعها مش بيساوي البرودكت اي دي اللي انت بتدوس عليه. يعني كده ايه؟ يعني كده هو هيجيب لي كل العناصر ما عدا العنصر اللي هو البرودكت اي دي مثلا بتاعه 3. تمام، طيب جميل. وبعد كده اقول له رجع لي الاي ال اي، لو لا قول لي undefined بالشكل ده. طيب بعد كده اي تعديل انت بتعمله في اللوكال ستورج فانت محتاج ان انت تسمعه. هتسمعه ازاي؟ فهنا اقول له let set item، هسيت الايتم تاني products بالشكل ده، وبعد كده جيسون دوت stringify، وبعد كده هقول له ادي الاول داتا بالشكل ده. نجرب كده ونحذف برودكت معين. هبدأ ان انا ادوس على الريموف تو كارد. ايه اللي حصل؟ لو جيت كده شفت في اللوكال ستورج هتلاقي ان البرودكت ده اتحذف من اللوكال ستورج بس. طيب ليه ما اتحذفش من هنا؟ ما اتحذفش من صفحه البيج كارت لان انا بكل بساطه ما ينفعش اي تغيير يحصل في اللوكال ستورج يبدا ان هو يعمل لي ري ريندر تاني في الصفحه كده دايركت. لا، لازم ان انا اكول الفانكشن اللي هي مسؤوله ان هي بتاخد الحاجه اللي موجوده في اللوكال ستورج تبدا ان هي تهندلها تاني لما اجي اعمل ايفنت على الريموف تو كارت. طيب تعالى نعمل الكلام ده. هاجي كده هلاقي ان انا في عندي فانكشن اللي هي اسمها الهاندل برودكتس. تمام، في عندي هنا فانكشن اسمها ماب برودكتس. لو دخلت على الماب برودكتس هتلاقي ان دي الفانكشن المسؤوله ان هي بتاخد الحاجه اللي موجوده في اللوكال ستورج بتبدا ان هي تهندلها في صفحه البيج كارد. فانا هبدا ان انا اعمل اكسبورت للفانكشن دي تحت كده بالشكل ده، وهبدا ان انا امبورتها هنا. هعمل لها كول اكسكيوشن هنا. لما اجي اعمل ايه؟ لما اجي اعمل ايفنت الكليك على ايه؟ على البرودكت. كليك على الباتون اللي اسمه ريموف برودكت. طيب جميل. وهنا اقول له ايه؟ دوت جي اس بالشكل ده. تعالى كده نجرب ونحذف. هدوس على الريموف تو كارد، فعلا بيحذف لي البرودكت من صفحه البيج كارد وكمان من اللوكال ستورج. بعد ما نفذت نقطة الريموف برودكت ان كارت بيج باستخدام الفلتر، محتاج ان انا انفذها باستخدام السبلايس. طيب السينتاكس بتاع السبلايس بيكون ماشي ازاي؟ اول حاجة بيقبل منك الستارت اندكس والديليت كاونت. الستارت اندكس اللي هو بداية العنصر اللي انت عايز تحذف منه، والديليت كاونت عدد العناصر اللي انت عايز تحذفها. وفي حاجة كده عايزك تعرفها، الستارت اندكس يعني لازم تكتب له الاندكس بتاع العنصر.
يعني ترتيب العنصر ده فين في الاري، هات لي الاندكس، اكتب لي الاندكس، ما تكتبليش اي حاجه غير الاندكس. طيب هعمل الكلام ده ازاي وانا اصلا معتمد على البرودكت اي دي؟ فهنا المفروض ان انا هاجي هنا في الاليمنت، هاجي كده اضيف له اتريبيوت تاني اسمه داتا اندكس، وهيكون قيمته هو الاندكس بتاع كل برودكت عندي في الاري بالشكل ده. وهنا ادي الاندكس. طب هتجيب الاندكس ده منين؟ هاجي كده هطلع فوق، في هنا في الماب بتقبل منك الاليمنت والاندكس والاري، هبصيله هنا الاندكس. طيب جميل. بعد كده هنا هبدأ ان انا اختار الداتا اندكس هنا، هعمل لها هنا متغير بالشكل ده، وهنا اقول له برودكت اندكس بالشكل ده، وهنا بصيله الايه الداتا اندكس بالشكل ده، وهنا هبصيله البرودكت اندكس بدل البرودكت اي دي بالشكل ده، وهنا هسيب الكلام ده برضو هنا نفس الكلام ده هنا، وهنا هقول له ادي السبلايس، هنا محتاج ان انا اقول له all data dot splice بالشكل ده، وبتقبل منك حاجتين، الستارت اندكس والديليت كاونت. الستارت اندكس انت عايز تبدا منين؟ من البدايه بتاعتك اللي هي الاندكس نفسه، اهو الاندكس اللي هو بتاع العنصر. طيب هتحذف كام عنصر؟ هحذف عنصر واحد بس. تعالى كده نعمل سيف ونشوف، نعمل ريفرش وندوس على الريموف تو كارت. اه فعلا حذف لي البرودكت من صفحه البيج كارت وكمان من اللوكال ستورج. كده انا استخدمت لك حاجتين، اول حاجه الفلتر وتاني حاجه السبلايس في تنفيذ نقطه الريموف برودكت ان كارت بيج. اخر حاجه في الفيديو ده هو ان انا عايز اضيف فكره الكارت كاونت، ان انا عايز اضيف عدد العناصر بتاعه الاري بتاعتي، او عدد العناصر اللي معروضه في صفحه البيج كارت. هعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان انا هستدعي الداتا اللي متخزنه جوه اللوكال ستورج، وهقدر من خلال الداتا دي هجيب اللينس بتاع الاري كلها، ويبدا ان هو يعرضها لي هنا. طيب تعالى نطبق الكلام ده عملي. هاجي هنشئ فايل، الفايل ده اسمه cart count دوت جي اس بالشكل ده، والفايل ده هيكون جواه فانكشن اسمها الكارت كاونت، والفانكشن دي بتبدأ ان هي اجيب اول حاجة الداتا اللي متخزنة في اللوكال ستورج، all data، ادي اللوكال ستورج. انا كده جبت الداتا اللي متخزنة جوه اللوكال ستورج. هبدأ ان انا لو في حالة ان مفيش داتا يبدأ ان هو يعتبرها لي array فاضية. طيب بعد كده هبدأ ان انا اجيب المتغير نفسه اللي هو عايز ابدا ان انا اغير الانر اتش تي ام ال بتاعته. فهطلع فوق هنا في صفحه الشوبنج كارت، هلاقي ان انا عندي ديفايه، الديفايه دي فيها الكلاس ده اسمه كاونت كارد. هبدا ان انا اختار المتغير ده، وهبدا ان انا اغير في الباراجراف الانر اتش تي ام ال بتاعه. طيب فهنا هعمل سيلكتور let ادي الباراجراف دوت دوكيمنت دوت كويري سيلكتور، وبعد كده ادي الدفاية عايز اجيب منها ايه؟ عايز اجيب منها الباراجراف. وهبدأ ان انا هغير، ادي هقول له ادي الباراجراف دوت انر اتش تي ام ال بتاعتك، هات لي الاري دوت لينس، غير لي في اللينس بتاعه بالشكل ده. طيب الفانكشن دي هدخلها فين؟ هدخلها في الفانكشن اللي هي اسمها handle products in shopping cart بالشكل ده. بالشكل ده هنعمل سيف ونشوف. اه فعلا بدأ ان هو ظهر لي اللينس بتاع الاري بتاعتي، اللي هو ظهر عدد العناصر بتاعت الاري. جميل قوي. بعد كده محتاج ان انا لما اجي ادوس على الباتون اللي اسمه ريموف تو كارد، يبدأ ان هو برضو يعرض لي اللينس هنا برضو. يعني اول ما بدوس على ريموف تو كارد يبدأ ان هو يعرض لي اللينس بتاع الاري هنا ويعرضه لي هنا. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هو نفس الفانكشن، مش هتعمل فيها حاجه، انت بس يا دوبك هتكول الفانكشن دي هنا لما تيجي تعمل ايفنت الكليك على ايه؟ على الباتون اللي اسمه ريموف تو كارد بالشكل ده. ادي اهو بالشكل ده. هتعمل سيف وتشوف
فعلا عرض لك اللينس بالشكل ده اول ما بتدوس على الريموف تو كارت. طيب تعالى نيجي في صفحة الهوم بيج، عايزين برضو ننفذ الفكرة دي لما تيجي تدوس على الاد تو كارت. لما ادوس على الاد تو كارت يبدأ ان هو يعرض لي اللينس بتاع الاري بتاعتي هنا. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ برضو هاجي في الفايل اللي اسمه فيتش ديشز، هبدأ ان انا اقول الفانكشن اللي هي اسمها الكارت كاونت بالشكل ده، بالشكل ده. ولما اجي ادوس على الايه، الباتون اللي اسمه add to cart بالشكل ده. طيب نعمل كده ريفرش، دوس على عنصر كمان، فعلا بيغير لي في اللينس والدنيا زي الفل. تعالى كده نروح لصفحة الهوم بيج، البيج كارد، ندوس على الريموف تو كارد، فعلا بيجيب لي اللينس. محتاج بس ان انا اضيفه هنا. طيب هضيف الكلام ده ازاي؟ هو ده عبارة عن سبان، هغير بس الانر اتش تي ام ال بتاعته. طيب هاجي هنا في صفحة الشوبنج كارت، هنزل تحت كده شوية، هلاقي ان انا عندي فين، ان انا هنا عندي سبان مديها كلاس اسمه برودكتس لينس. هبدا ان انا اختار السبان دي، وابدا ان انا اغير ال HTML بتاعتها باللينس بتاعت ايه، بتاعت الاري دي. طيب هبدا ان انا اعمل متغير اسمه سبان بتساوي document دوت query selector، وادي البرودكت لينس. هنا لاحظ ان المتغير ده موجود في صفحة الشوبنج كارد، مش موجود في الهوم بيج. فعشان خاطر تتجاهل الايرور اللي هيحصل لما تيجي تنفذ الفانكشن دي في صفحة الهوم بيج، هيجيب لك ايرور. ليه؟ هيقول لك ان الاليمنت ده undefined، ان هو مش موجود. طب هنتجاهل الايرور ده ازاي؟ ان انا هقول له if condition، في حالة ان السبان ده لو موجود ابدأ ان انت غير لي الانر HTML بتاعتك. طب في حالة ان هو موجود، لو مش موجود ما تغيرليش حاجة، اكنه اصلا الاليمنت ده اصلا مش موجود اصلا. خلاص. طيب ادي ال all products dot lens بالشكل ده. تعالى كده نشوف، فعلا بيعرض لي الكاونت بالشكل اللينس اهو بالشكل ده. بس خلينا هنا بدل ما بعرضه كده، لا خليني اعرضه هنا بالشكل ده، بالشكل ده. جميل قوي. حبينا ان انا اضيف برودكت كمان بالشكل ده، الانكريمنت والديكريمنت شغاله والدنيا زي الفل. فعلا ظهر لي اللينس هنا واللينس هنا والدنيا زي الفل، وحتى الريموف تو كارد شغاله والدنيا زي الفل. بس كده، والسلام عليكم.